صباح الخير والسعادة لقلوبكم أحلى متابعين في الدنيا. متابعيني أنا في المطبخ مع سنة. طلبتوا مني كتير قوي الدونالدز والنهاردة قررت أعملها معاكم، لكن بطريقة سهلة جدا. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم. أتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. زي ما قلنا هنعمل الدونات بتاعنا بأسهل طريقة. هننزل بكوبايتين من الدقيق بتاعنا دقيق متعدد الأغراض. ومهما كان جودة الدقيق بتاعنا لازم يا جماعة ننخل الدقيق بتاعنا قبل ما نستخدمه. هننزل على الدقيق بتاعنا برشة من الملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة من الخميرة، بيضة بدرجة حرارة المطبخ وممكن يبقوا اتنين، بس انتوا عارفين يا جماعة أنا بتحسس من البيض. هنزل عليهم بالفانيليا وهنقلب المكونات بتاعتنا. هنقلب المكونات بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين معايا. ودلوقتي هننزل بالحليب بتاعنا. الحليب بتاعنا دافي. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه يا جماعه، لو احنا مش متاكدين من الخميره بتاعتنا، هنعمل الخطوه دي في الاول اننا نحط السكر والخميره مع الحليب او اللبن، البودر مع ميه حسب ما احنا هنعجن، ونعمل الخطوه دي قبل. هنبتدي نلم العجينه بتاعتنا. وعايزه اقول لكم العجينه بتاعتنا بتلزق عشان نبقى محدش يقلق يعني واحنا شغالين. العجينه بتاعتنا واحنا بنلمها بتلزق معانا، مفيش فيها يا جماعه اي مشكله خالص. دلوقتي بقى هناخد العجينه بتاعتنا اللي بتلزق كده زي ما انتم شايفين، وهننزل بيها على الرخامه بتاعتنا، وهننزل عليها بمقدار مكعبين من الزبده. مكعبين من الزبده، وهنبتدي نعجن بقى. وما نقلقش خالص واحنا شغالين، ما نقلقش خالص من العجينه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين معايا كده. وزي ما قلت لكم يا جماعه احنا ما بنقلقش خالص من العجينه بتاعتنا. بنفضل نعجن فيها لحد ما تلم معانا زي ما انتوا شايفين كده، وتبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده بيكون شكل العجين بتاعنا، املس مطاط كده زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي هنجيب البولة بتاعتنا، هندهنها دهنة بسيطة كده، بسيطة خالص من الزيت. البولة بتاعت أول الفيديو فاكرينها طبعا. هننزل فيها بالعجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين معايا كده. وهنغطي البولة بتاعتنا وهنسيبها تخمر لمدة ساعة كاملة. ودلوقتي أنا عفرت المفرش بتاعي وهنزل بالعجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وهنشكلها بأسهل طريقة زي ما قلنا في بداية الفيديو. هبتدي افردها كده بالمردانة زي ما انتوا شايفين. العجينة بتاعتنا لينة جدا. هنشكلها بقى بأي أشكال متاحة عندنا زي ما انتوا شايفين كده. أنا استخدمت بولة، وبعد ما شكلتها بالبولة زي ما انتوا شايفين، دلوقتي بقى هستخدم التيب اللي هو بتاع كيس الحلواني علشان أكمل شكل الدوناتس بتاعنا عشان تبقى بالشكل ده. دلوقتي بقى هغطيها سيبها ترتاح معانا كده 5 دقايق على ما نجهز الزيت. ودلوقتي هنغطيها زي ما انتوا شايفين كده ونسيبها لمدة 5 دقايق على ما نجهز الزيت بتاعنا. دلوقتي بقى هننزل بالدوناتس بتاعنا في الزيت زي ما انتوا شايفين. وطبعا الزيت بتاعنا يا جماعة مش مسخنينه، الزيت بتاعنا هادي. وبنحرك بقى الدوناتس بتاعنا كده. زي ما انتوا شايفين انا بستخدم عصاية الشيش تاووك علشان اتأكد من السوا بتاعه، ان السوا بتاعه كله بقى زي بعضه. اول ما بتاخد معانا لون ذهبي حلو كده بنقلبها زي ما انتوا شايفين علشان تاخد نفس اللون من الناحية التانية. وطبعا اهم حاجة الخط القمر ده مهم جدا في الدوناتس. دلوقتي بقى هنزينه، وطبعا التزيين ده حسب الرغبة. هنزينه وهتشوفوا معانا بعد الفينشنج عامل ازاي. انا هنا سيحت بار شوكولاتة، تمام، وزينت بيه بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. كمان نزينها بالسكر البودر بالشكل ده كده. يعني التزيين يا جماعة حسب الرغبة، حسب ما انتوا بتحبوا. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف مع بعض القمر بتاعنا ده بجد عامل ازاي من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة الجمال، بصوا الجمال. وده كان فيديو النهاردة
أسهل طريقة لعمل الدونالدز. بتمنى من قلبي إن الفيديو يعجبكم. ياريت إذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة. صباحكم سعادة لا تنتهي.